بُص، لو أنت شغال على الillustrator وبتبقى بتعمل أي design أو أي icon أو أي عنصر بتحط له stroke، وبعد ما بتيجي بتكبّر العنصر ده بالstroke معاه، تلاقي الstroke بيبقى واخد حجمه زي ما هو بيفضل صغير مثلًا أو ما بيكبرش مع العنصر نفسه لمّا تكبّر أو تصغّر. أنا جاي لك النهارده بحل للمشكلة دي بطريقة سهلة وسريعة وبضغطة زرار. يالّا بينا نشوف الحل ده. يعني مثلًا إحنا عندنا shape موجود عليه stroke زي ده مثلًا، لو جينا كبّرنا وصغّرنا فيه الstroke بيفضل زي ما هو ما بيتغيّرش حجمه مهما حاولنا إن إحنا نغيّره. فحاجة زي دي نغيّرها إزاي؟ من الكيبورد بنضغط على command OK أو control OK في الويندوز، بيظهر لنا النافذة بتاعة preferences. بنيجي هنا على scale strokes and effects، بنفعلها وبنقول OK. أو ممكن بطريقة تانية إن إحنا نجيبها من ويندوز وبعد كده بندور على properties، بيظهر لنا النافذة دي بتاعة الproperties. بنيجي من تحت شوط اللي تحت دي نضغط عليها وبعد كده بيظهر لنا من هنا الscale corners أو scale strokes and effects. إحنا برضه بنفعل هنا scale strokes and effects. بعد كده لو إحنا جينا على الشيب بعدها وصغرنا أو كبرنا فالستروك بيتناسب طرديا مع الحجم اللي احنا بنكبر بيه او بنصغر بيه. وبس كده، اتمنى اكون فدتكم النهارده. ولو بيعجبكم المحتوى اللي انا بقدمه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وبس كده.